مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يصل العاصمة السعودية الرياض. توجيه دعوة للمواطنين المصابين بالالتواءات وإصابات العظام بتلقي العلاج الفوري. إدارة إيجارات البيوت في صنعاء تعقد لقاء مع التجار ودافع الضرائب. وزير الخارجية الصيني يدعو الصين وألمانيا إلى تحمل مسؤولياتهما. ترامب ينتقد أوروبا والأخيرة تحذره من التدخل في شؤونها. مقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم على الحدود مع أفغانستان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. وصل الرئيس إسياس أفورقي في الساعة 11 صباح اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة عمل رسمية، وقد استقبل الرئيس إسياس أفورقي في صالة كبار الضيوف والصالة الملكية بمراسم الشرف الرسمية. وسيجري الرئيس إسياس أفورقي خلال الزيارة مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين حول تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يرافق الرئيس إسياس أفورقي في الزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. هذا وقد توجه الرئيس إسياس أفورقي إلى المملكة العربية السعودية في الساعة 9 من صباح اليوم 9 من ديسمبر. نصح الأطباء المواطنين الذين يعانون من الالتواءات وكسور العظام بالامتناع عن العلاج التقليدي، وطلب الرعاية الطبية بالمؤسسات الصحية في أقرب وقت ممكن. ودعا مسؤول أقسام العظام والحروق في مستشفى حليبة الوطنية البرجعية المواطنين إلى طلب المساعدة من أقرب منشأة صحية، لأنها من السهولة بمكان تحديد المشاكل الصحية وعلاجها بمساعدة الأجهزة المتطورة. وأوضح مسؤول قسم الحروق الدكتور فنان قبرهويت أن 339 مصابا من أصل 1470 أصيبوا بالحروق خلال الأشهر 11 الماضية خضعوا لعمليات جراحية كبرى وصغرى. وقال أن الإسعافات الأولية لضحايا الحروق هي سكب الماء على المنطقة المحروقة، ومن الخطأ استخدام التمر ومعجون الأسنان والعجين وغيره. وقال جراح العظام السوداني البروفيسور زين هاشم وجراح العظام الدكتور أبيل مبرهتو أن أكثر من 2600 مريض خضعوا لعمليات جراحية في العظام وتركيب الجبس لحوالي 2000 شخص في الأشهر 11 الماضية. من جانبهم ذكر متلقو الخدمات بأنهم أظهروا تحسنا جيدا بفضل الرعاية والمساعدة الطبية التي تلقوها. قدمت دعوة في الاجتماع الذي عقد في مدينة صنعاء يوم 6 من ديسمبر إلى التجار بشكل عام وأصحاب العقارات بشكل خاص للإعلان عن دخلهم ودفع الضرائب في الوقت المحدد. ودعا رئيس وحدة الإيجارات السكنية بمديرية صنعاء السيد علي محمد صالح دعا أصحاب العقارات إلى تسجيل ممتلكاتهم المستأجرة بشكل صحيح وإبرام العقود القانونية وفقا للإرشادات الموضوعة. وذكر السيد علي المستأجرين بضرورة سداد الإيجارات في موعدها وعدم ممارسة أي أنشطة غير قانونية في ممتلكاتهم المستأجرة. كما ذكر الملاك بضرورة إعطاء إيصالات الإيجار ودفع الضرائب والرسوم في موعدها. وأوضح السيد علي في الختام أن مكتب الإيجارات لديه صلاحية اتخاذ الإجراءات وفقا للقانون في حال قيام الملاك بالضغط على المستأجرين بما يتجاوز شروط فسخ العقود الستة المسموح بها في لائحة الإيجارات. واقترح المشاركون إجراء مسح شامل لأنه قد يكون هنالك ملاك ومستأجرين لم يوقعوا على عقود الإيجار، وأن يتم إجراء مراقبة جادة للتأكد من عدم وجود اتفاق داخلي بين المستأجرين والملاك الذين يخالفون القانون. عقد مكتب الصحة في مديرية فرو سمينارا تنويريا يوم 3 من ديسمبر للسكان وأصحاب المرافق الخدمية لرفع الوعي العام بالأمراض المعدية وخاصة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز والتهاب الكبد. وأوضح مسؤول المؤسسات الصحية بممرض محارق الآبة أن أنشطة التوعية التي أجريت بالتعاون مع الشركاء ساهمت بشكل كبير في السيطرة على الأمراض. وقال أنه يتم إجراء فحوصات الدم الطوعية في جميع المرافق الصحية للنساء الحوامل والمواطنين المقبلين على الزواج، وشدد على ضرورة العمل المشترك لمنع ظهور إصابات جديدة. وذكر بأن التهاب الكبد يظهر بكثرة ولا يمكن تشخيصه إلا من خلال الفحص الطبي، وحث المجتمع على رفع مستوى الوعي لأن محاولات علاجه بالطب التقليدي تؤدي إلى تفاقم المرض. من جانبه قدم مسؤول الصحة العامة إبراهيم محمد آدم شرحا موسعا حول سلامة الغذاء والتلوث البيئي وأسباب وعواقب الأمراض المعدية عبر الغذاء.
واقترح المشاركون إجراء حملة للاختبار الطوعي لفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز قبل الزواج في المناطق النائية، وتوسيع نطاق فحص فيروس التهاب الكبد، ومراقبة منتجات الألبان واللحوم، وتشجيع النظافة البيئية. وأشاد مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية سيزر إزجينا مريم بالجهود المبذولة لضمان صحة المجتمع وحث المرأة الحامل للولادة والرفقة الصحية للحصول على أفضل النتائج. نظم فرع وزارة الصحة بالإقليم الأوسط بمناسبة يوم البصر محاضرة حول الوقاية من العمى في ضاحية سعد كريستيان التابعة لمديرية بريخ. وأوضح مدير مديرية بريخ السيد تسفو فيساسيون في كلمته أن المحاضرة التي قدمت للعاملين في المجال الصحي والهيئات الإدارية بالمديرية بمناسبة يوم البصر ستسهم في رفع الوعي بشأن الوقاية من العمى، وحث الجميع على اتباع الإرشادات والحملات التي أصدرتها وزارة الصحة بشكل كامل نظرا إلى أهميتها وفعاليتها. وأكد مسؤول البرنامج الوطني للوقاية من إعتام عدسة العين بوزارة الصحة الدكتور آلم زكرياس أهمية دور العاملين في المجال الصحي في الوقاية من أمراض العيون المختلفة. وأشار المدير الطبي لمستشفى برهان عين المرجعي الوطني إلى أن مراقبة أمراض العيون والسيطرة عليها تتم في البلاد بشكل فعال، وذكر المجتمع باتباع النصائح التي يقدمها المتخصصون بشكل مسؤول. هذا وينصح خبراء الصحة العامة في وحدة مراقبة ومكافحة الأمراض غير المعدية بضرورة الاهتمام بمراقبة أمراض العيون نظرا إلى الأضرار الناجمة عن استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى لأوقات طويلة. وذكر مدير عام قسم الخدمات الاجتماعية العقيد جبر هنس والقرقيش عن الأنشطة التي يتم تنفيذها لضمان الصحة العامة وخاصة للوقاية من أمراض العيون جديرة بالثناء، مذكرا الشركاء بضرورة القيام بدورهم من خلال توحيد النظرة العامة والتعاون المتبادل بينهما لتحقيق برامج الخدمة الصحية. كما تم إجراء فحوصات العيون للطلاب ومنحهم للأدوية مجانا. فخرج في 6 ديسمبر بمدينة كارن 90 طالبا وموظفا حكوميا تلقوا دورة تدريبية في لغة الإشارة لمدة 6 أشهر. وذكر رئيس جمعية الصم بإقليم عنسبة الأستاذ دجن زرقابر في كلمته التي ألقاها في مراسم التخرج أن التدريب يهدف إلى تخفيف حواجز التواصل التي يواجهها أفراد المجتمع للتعامل مع المواطنين الصم. وأشار رئيس جمعية الصم الوطنية السيد ولي ميكائيل سئلي بدوره إلى الخلفية التاريخية للغة الإشارة في إريتريا، مذكرا بأن وعي المجتمع بلغة الإشارة يرتقي من وقت لآخر. وقال مسؤول فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم عنسبة سيد تخص سيزر آي أن تدريبات المماثلة من شأنها أن ترفع مستوى الوعي العام بلغة الإشارة ومساعدة المواطنين الصم على التواصل الاجتماعي. كما قدم المتدربون أثناء الحفل عروضا فنية وحصلوا على الشهادات التقديرية من المسؤولين الذين حضروا المراسم. هذا وقد قام فرع جمعية الصم بإقليم عنسبة بتدريب 1350 طالبا وموظفا حكوميا في لغة الإشارة خلال الفترة ما بين عام 2016 وعام 2025 الجاري. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين أنه يتعين على الصين وألمانيا بصفتهما دولتين كبيرتين تحمل مسؤولياتهما والتمسك بالاحترام المتبادل وتجاوز الاختلافات في النظم الاجتماعية والخلفيات التاريخية والثقافية وبناء نموذج أكثر نضجا للتفاعل الإيجابي وإطار سياسي ثنائي أكثر استقرارا. وأبلغ وانغ وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أبلغ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الذي يزور الصين أنه من المأمول أن تنظر ألمانيا إلى تنمية الصين كفرصة لتعاون أعمق وقوة دافعة للمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، وأن يعمل الجانبان معا لتعزيز تنمية مضطردة وصحية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهة النظر بشأن الأزمة الأوكرانية، وشرح فاديفول موقف ألمانيا معربا عن أمله في أن تستغل الصين تأثيرها للمساعدة في إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته الحادة إلى أوروبا معتبرا أنها تسير في الاتجاه الخطأ، الأمر الذي دفع رئيس المجلس الأوروبي إلى تحذيره من التدخل في الشؤون الأوروبية. وبعد أيام من نشر الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تضمنت انتقادات حادة لأوروبا بسبب قضية الهجرة، قال ترامب أن أوروبا تسير في اتجاهات سيئة، إنها سيئة للغاية بالنسبة للشعب. ولم يوضح ترامب ما يعني تحديدا بكلمة تغير، مكتفيا بالقول على أوروبا أن تكون حذرة للغاية في الكثير من الأمور. وندد الرئيس الأمريكي بالغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على منصة إكس مغرا بأنه لا يعرف الكثير عن تفاصيلها قبل أن يصعد نبرته إزاء أوروبا.
على الجانب الآخر حذر رئيس المجلس الأوروبي للزعماء الوطنيين أنطونيو كوستا إدارة دونالد ترامب من التدخل في شؤون أوروبا. وفي تصريحات له قال كوستا عن الإشارة إلى أن واشنطن ستدعم الأحزاب القومية في أوروبا غير مقبولة. أفادت مصادر أمنية بمقتل 6 جنود باكستانيين في هجوم مسلح على موقع أمني على الحدود مع أفغانستان في شمال غرب البلاد. وأوضحت المصادر أن الهجوم وقع في منطقة كورام القبلية القريبة من الحدود الأفغانية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله أن مسلحين من حركة طالبان الباكستانية اقتحموا نقطة تفتيش أمنية في منطقة الحدود الشمالية الغربية لباكستان مع أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 4 آخرين. وتواجه باكستان تصاعدا في هجمات المسلحين على طول مناطقها الحدودية منذ استعادة سلطات طالبان السيطرة على كابول عام 2021. وتتهم باكستان أفغانستان بإيواء المتمردين وهو ادعاء تنفيه حكومة أفغانستان. في الخبر الأخير، رفعت السلطات اليابانية التحذيرات من أمواج المد العاتية تسونامي بعد ساعات من زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر هز المناطق الشمالية الشرقية، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا وإجبار نحو 90 ألفا على إخلاء منازلهم. ووقع الزلزال قبالة الساحل. وقالت وكالة الإرصاد الجوية اليابانية أن أمواج مد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار قد تضرب الساحل الشمالي الشرقي. وأضافت إليه أنه صدرت تحذيرات لمقاطعة هوكايدو وأوموري وإيواتي، ورصدت أمواج تسونامي بارتفاع يتراوح من 20 إلى 70 سنتيمترا في موانئ عدة. وكان مركز الزلزال على بعد 80 كيلومترا قبال الساحل مقاطعة أوموري وعلى عمق 54 كيلومترا. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس الأفورقي يصل للعاصمة السعودية الرياض. توجيه دعوة للمواطنين المصابين بالالتواءات وإصابات العظام بتلقي العلاج الفوري. إدارة إيجارات البيوت في صنعاء تعقد لقاء مع التجار ودافع الضرائب. وزير الخارجية الصيني يدعو الصين وألمانيا إلى تحمل مسؤولياتهما. دونالد ترامب ينتقد أوروبا والأخيرة تحذرهم من التدخل في شؤونها. مقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم على الحدود مع أفغانستان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.